السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى على القناه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الرغايف. الا كنتي خدامه ولا ما عندكش الوقت ولا كتقرا ولا عمرك عدلتي الرغايف في حياتك، انا اليوم جبت لك الوصفه ديال الرغايف اللي غتصدق معاك 100%. ف يعني انا كنصور كل شيء دات معايا 35 دقيقه. انتينا بغاتكم ما كتصور ما حتى شي حاجه، واذا عملتي نفس الكميه اللي عدلت انا فتقريبا غادي معاك واحد 15 حتى 20 دقيقه ما بين العجين ديالها وبين التطليق ديالها. وشوف معايا الرغايف كيفاش كيجيو كيحمقوا مورقين غزلان. شوف تبارك الله، شو ما شاء الله. شو انا غنقسم معكم وحده. شوف معايا كيفاش كيجيو كيجيو كيحمقوا. جرب هاد الوصفه هادي وما عمرك باقي تستغنى على الرغايف، وخصوصا حنايا الناس اللي عايشين على برا كنتشهاو الرغايف، كنمشيو نشريوهم في الصباح كيصبحوا ماشي مزيانين، كنسيبوهم كيوليو بحال الجلده مجبدين. والمهم خليك معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرف الطريقه كامله مكموله وتعرف الاسرار النجاح ديال هاد الوصفه هادي. بقى معايا. عندنا الدقيق الابيض، يعني الدقيق ديال الفرص العادي. عندي هنا 250 غرام ديال الطحين، وغنحتاجو الفينو. عندي هنايا 125 غرام. دائما الكميه ديال الدقيق كتكون الدبل ديال الكميه ديال الفينو. اللي ما عندوش الفينو يقدر يستعمل السميده الرقيقه. هنايا عندي 4 لتر ديال الماء، 250 ملل ديال الماء، وغادي نحتاجو الملحه، وبطبيعه الحال غنحتاجو الكاس ديال الخلاط الكهربائي. وغادي نعملو ديك 250 ملل ديال الماء كلها بدقه الماء عاديه، وغادي نزيدو الفينو وغادي نعملوه يتطحن. انا عندي يعني الماكينه عندي في بلاصه اخرى، غادي نطحنو وغادي نرجع لعندي، يعني غنخلطو ونرجع لعندكم. تقريبا غادي يعملوه يتطحن واحد 3 دقائق. نسيت انا اللي كان خصني نزيد حتى الملحه. عندي هنايا يعني تقريبا مغرفه صغيره ما عمرهاش ديال الملحه. صافي انا طحنتو. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كخصو يعمل هاد الفقاعات اللي كيبانوا لكم تمايا. شفتوا؟ صافي دابا غادي نجيبو ديك الخليط وغادي نعملو شي بول ولا شي زلافه اللي غادي نعجنو فيها. صافي دابا غادي ندوزو نزيدو ديك الدقيق شويه بشويه. صافي غادي نبداو نحركو. كيف قلت لكم غادي نعجنو، ما غندير لكم حتى شي حاجه، غادي نجمعوا العجينه. هذيك السميده اللي خلطناها في ماكينه هي اللي كتخلي هاد العجينه تجي يعني بحال اللي مدلوكه، واللي فوق ما تشهى الرغايف. عمل هاد الطريقه. انا عملت كميه صغيره ستيتو يعني 250 غرام. نتوما تقدروا تدبلوا الكميه. ولكن يعني بالنسبه لواحد خدام كيجي من الخدمه غادي خصو كيتشهى الرغايف. صافي انا غادي ندوز باش نجمع بيدي، وانا غادي نصور لكم المراحل كامله. صافي سباتشول هادي مبقاتش هذاك هاد الخلط اللي ديالو مبقاش خدام لي. صافي دابا غادي نستعمل يدي. انا هنا للامانه نسيت واحد 50 غرام ديال الدقيق. صافي هانتوما كيف كتشوفوا انا ما درت حتى شي حاجه. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا انا ديتها وجبتها شويه، يعني ماشي ما درتهاش مره. صافي هذا كيكون الشكل ديال العجينه كيف كتشوفوا معايا. ما غنخليوها لا ترتاح لا حتى شي حاجه، وغادي ندوزو باش نشكلو على شكل كويرات.
صافي غندهني نجيب شويه الزيت وغنجوز نقطع. بالنسبه للماء باش ما يوقعلكمش فحالي، ما تعملوش الكميه ديال الماء كيف قلت لكم كامله. انا عملت كميه غير صغيره يعني باش ما نبقاش النهار كله في الكوزينه، يعني جهد اللي غادي نتسحروا بها ولا غادي نشربوا بها في ساعه ديال الاتاي. وبالنسبه للماء كيف قلت لكم ما تزيدوش 250 مليلتر ديال الماء كامله، زيدوا غير 200 مليلتر. ومن بعد الا كان باقي خصكم زيدوا فاش تكونوا كتخلطوا. صافي غنكمل العجينه، كندهنوا شويه هيدا سطح العمل بالزيت، عاد كنزل ديك الكويرات هيدا تما باش ما كيلصقولناش. وكنعقلوا على الاولى اللي عندنا، الاولى بالاولى والثانيه بالثانيه. غنطلعوا البلاستيكه وغادي ندوزو باش نعدلوا الخلطه اللي غنورقوا بها. هنايا غادي نعمل واحد المغرفه كبيره ديال الزبده، ولا واحد المغرفه ونص. الزبده تكون بحراره المطبخ. غادي نزيد عليها الزيت وغادي نزيد السميده شويه بشويه وغادي نخلط حتى تولي عندي فحال واحد لاباط. صافي غادي نبداو نخلطو. حنا كنزيدو السميده الرقيقه، السميده اللي عجننا بها. طبعا الحل الكميه ديال الزيت والزبده، يعني هاد الكريمه اللي غنعدلو باش نورقو بها كتبقى على حسب الكميه اللي عدلتو بالرغيف. الا عملتو ستيتو شويه خاصكم تعدلو شويه، واذا عملتو كميه كبيره المهم عينكم ميزانكم. كما كتعرفوا حنايا في المغاربه عندنا ميزانه كتخدم بزاف في المغرب في الكوزينه. المهم نتوما عينكم ميزانكم. صافي نتوما كيف كتشوفوا معايا داك يكون الشكل ديالها. هذيك الطروف اللي كتشوفوا باقيين صحاح، هذيك غير الزبده ماشي السميده. من بعد ملي غادي نكون كندهن ما غاديش تبقى، المهم خصها تكون هكذا على بات. صافي دابا غادي ندوزو باش نبداو نشكلوا الرغيف. غادي نعمل شويه ديال الزيت على سطح العمل. صافي غادي نجيبو ديك الرغيفه وغادي نبداو نشكلوها. وكنستعملوا بالزيت. هانتوما كيف كتشوفوا ما رتحوا ما حتى شي حاجه، يعني عاطين الطعم وان شاء الله ما يتقطعوش. وحده تقطعت ما كاين حتى مشكل لان من بعد كتطوى. صافي غنبقاو نطلقوا فيها هكذا حتى كتولي كامله ترونسبارونت. يعني بالنسبه للناس اللي ما عمرهم عدلوا الرغيف ما تخلعوش منه. انا بدي ما كنتش كنعرف نعدل الرغيف، انا واخا كنعقل اول مره عدلت رغيفه حول الله يحفظ. وشويه بشويه حتى صافي وليت كان الحمد لله ولات كتخرج الرغيفه. واخا تقطع لكم هي تقطعت هنايا شويه ولكن ما كاين حتى مشكل، لان حنا من بعد غادي نجمعوها وما كتبقاش باينه. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا. دابا كنجيبوا ديك الخليط وكندهنوها. وغادي ندوزو نتنيوها. كنجيبوا هاد الجهه هنا ونعمل شويه ديك الخليط، وغادي نجيبوا هاد الجهه حتى هي نطويوها هنايا شويه كنضغطوا عليها كيف ما نتوما كتشوفوا. ولكن حاول اني باش تبان في الكاميرا كنشوف واحد الجهه ما بيناش. صافي غادي نجيبوا هاد الجهه هنا غنعملوا شويه الخليط وواحد شويه هنايا. صافي وغادي نحتفظوا بها ونغطيوها هنايا ونزيدو الثانيه. نفس الشيء غنعدل معكم وحده اخرى.
ومن بعد غادي نكمل انا الكميه. غنحاول باش تبان لي كامله. كنبقاو نطلقوا الرغيفه الى شويه بشويه، غير بشويه. اذا دهنتيو سطح العمل مزيان بالزبده وهذاك بالزيت، الرغيفه كتبقى تمشي معكم بوحديتها كيف كتشوفوا معايا. بقاو تكيو على الحاشيات، على الحواشي ديالها، على الجوانب ديالها نتوما كيف كتشوفوا. صافي يعني ما مدلوكه، ما والو غير ديك شويه هذيك اللي ديتها وجبتها فوق سطح العمل وصافي. هانتوما عادي ما تقطعتش تينا وزارك مع الرغايف. المهم صافي غادي ندهنو بديك الخلطه ديال التوريق ديالنا وحنا كنضغطوا عليها. صافي غندوزو باش نتنيوها بحال لونفلوب. كنجيبو هاد الجهه هادي كنتنيوها هنا ونعملو شويه ديك الخلطه هكذا، وغادي نجيبو هادي عند هادي هنايا هكذا. صافي وحنا كنتكيو عليها. وكنجيبو هاد الجهه هنا كنعمل شويه د هاد الخلطه وصافي. وهذا كيكون الشكل ديالها كيف كتشوفوا معايا. صافي انا غادي نكمل الكميه اللي عندي ونرجع عندكم. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا انا كملت هذيك الكميه ديال الرغيف اللي عندي. دابا غادي ندوزو باش نطيبوه. بالنسبه للطياب نسيت ما قلتلكمش بان كنبداو بالاولانيه اللي عندنا وكنساليو بالاخرانيه. بالنسبه للرغيف واحد لاستوس، كنجيبو الورق الطاحين عندي مستعمل سميتو على الجهه الاخرى. صافي غادي ندوزو نطلقوا الرغيفه. كنتكيو عليها اذا من الجناب شويه هكذا. انا عندي هنايا بلانتا، نتوما تقدروا طيبوا على كنعملوا فيها شويه ديال الزيت. صافي كنجيبو ديك الرغيفه وغادي نعملوها هنايا. اللي كيخاف تعوجلو الرغيفه ولا ما كيقدرش يطلعها ولا عادي بلا من هاد الطريقه عادي. صافي غنعاود لحظه اخرى. وخلاص اللي يعني كتعدلوا الرغيف تعدلوا بالطريقه ديالها. بالنسبه للطياب ما كنخليوهاش حتى كطيب مره، غير كنشوفوها تجمعات شويه كنقلبوها. نتوما شوفوا معايا كيفاش كيبدا يتنفخ. شفتوا كيفاش كيبدا يتنفخ الرغيف فاش كيتنفخوا، يعني كيكونوا مخدومين مزيان ومدلوكين مزيان. هانتوما غير خصكم تردوا بالكم مع الكميه ديال الماء اللي غادي تعملوا. صافي كنقلبوهم جوج واحد 5 ديال الدقائق هكذاك. عاود غادي نقلبوه باش ما كيتحرقوناش. صافي هانتوما اذا يكونوا طابوا معنا صافي دابا غادي نزولوهم ونكملوا الكميه اللي عندنا. غادي نجيبو شي طوبسي اللي غادي نعملو فيه ورق الطهي باش يسخن شويه ديك الزيت اللي فيه وصافي غادي نكملو. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي ونرجع لعندكم. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله الرغيف كيفاش كيجيو.
ما داوش معايا حتى نص ساعه. ملي بديت نعجنهم طيبتهم فيها كلشي، ما عداو معايا كتر لاني كنصور وكنوقف وكنمشي وكنجي. ولكن نتوما اذا جلستو اذا عملتو طيبهم راه ما غاديش يديو معاكم حتى 4 ساعات المكانه، خصوصا اذا عملتو كميه قليله يعني نفس الكونتيتي اللي انا عملت. اما اذا عملتو كميه كبيره فبيان سور غادي يدي لكم الوقت. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا هذه كتكون النتيجه. كيجيو الرغايف مرقين خصلان، انا قلت لكم كيوجدوا دغيا.